يا مساء الخير اخواتي. قبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده طلب مني 3 قهوه بالبندق، حاجه كده عظمه باللبن. تعالوا ما نعمله مع بعض واوريكم بيتعمل ازاي. بس قبل ما نعمل الاوردر ده ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير. هنحط على الكوبايه الواحده 3 معالق من البن اللي بالبندق. كده احنا حطينا 3 معالق. هنحط معلقه 2 3 كده كوبايتين، نحط معلقه 2 3 كده معيار ل3 كوبايات علشان نعمله في البيت بالظبط زي ما انا بعمله كده. طبعا مش هنحط سكر لانه مطلوب مني ساده. هنحط بقى المعيار بتاع اللبن بتاعنا حسب الكوبايه اللي عندنا في البيت، يعني ده معيار ل3 كوبايات من اللبن. تمام او كده. بعد كده بقى هناخده وهنروح نسخنه على البخار في البيت. هنسخنه على البوتاجاز ويكون على نار هاديه قوي. اهم حاجه في البن اللي بالبندق ان هو يستوي معانا زي ما انتم شايفين. هو على الوش اهو دلوقتي طبعا هيتضرب وهيستوي معانا. طبعا مش هيبان الكلام ده. طبعا ما اقولكوش بقى على الريحه والطعم، حاجه كده عظمه قوي. متنسوش بقى تفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك للقناه. هو كده طبعا الوش بدأ يطلع، يعني كده في مرحلة الغليان. هو كده بقى تمام خالص كده، يعني كده سخن. وكمان هنطلع الوش، نوزع بقى كده الكنكة علشان الوش كله ما يروحش في كوباية واحدة. يعني نوزع الوش كده على ال3 كوبايات زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اهم حاجه طبعا في القهوه اللي بالبندق الوش. ويا سلام بقى لو في مكسرات من البندق او اي نوع مكسرات، بس يكون مستحب، يعني ان هو طالما مطلوبه قهوه بالبندق هنحط عليها مكسرات من البندق. تمام او كده. احنا كده خلاص حطينا القهوه اللي بالبندق بتاعتنا. هنجيب بقى مكسرات بندق وهنحاول كده نوزع من فوق الوش مكسرات بندق، وده اهم حاجه علشان يعني نشرب ونقرمش في نفس الوقت. حاجة كده عظمة قوي يعني اهو. تمام قوي كده. انا النهاردة عملت لكم 3 قهوة بالبندق. اعملوه بالظبط كده في البيت زي ما انتوا شفتوه لينا ولحبايبنا وضيوفنا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير. كان معاكم احمد الشناوي. بس خلاص.